السلام عليكم. جريمة النهاردة من أبشع الجرائم اللي لا يمكن تجاوزها، لأنها صدمة للإنسانية. يعني بعض المجرمين عندهم شرف، ممكن يرتكب جريمة سرقة، بس ما يكونش في دماغه مثلا ان هو يقتل طفل، راجل كبير كده، هو بس عايز فلوس يعني. لكن جريمة النهاردة تعدت كل مراحل الإنسانية. في راجل عايش في مدينة المنصورة. الراجل ده بيشتغل في الجيش، سمعته كويسة جدا، متجوز وعنده 6 أطفال ما شاء الله. عنده 5 بنات وولد. البنت الصغيرة اسمها لوجين 3 سنين، ورسل 5 سنين، ونرجس 6 سنين، وزينب 10 سنين، وإسراء 11 سنة، والولد اسمه ياسين عنده 8 سنين. مراته حامل، وكان مبسوط جدا وطاير من الفرح لما عملوا سونار وطلعت حامل في ولد. والولد فرحان لانه طبعا هيكون ليه اخ بدل ما هو يعني ولد وحيد. العيلة سعيدة جدا، والدخل المادي ممتاز، ويعني مبسوطين، يعني مبسوطين بحياتهم وبيتهم واولادهم كده. الزوجة اسمها سارة ام ياسين. سارة عندها جيرانها ست كبيرة اسمها الحاجة ثانية دي عندها بنت وحيدة اسمها ياسمين دي كانت صاحبة سارة جدا، صاحبتها الانتيم، كانوا عايشين مع بعض ومتربيين مع بعض من زمان يعني. ياسمين اتجوزت وساكنة في منطقة زراعية بعيدة عنهم شوية، يعني مثلا نص ساعة بالتوك توك يعني. ياسمين عايشة مع جوزها اسمه هادي، وعندها 4 أبناء. ياسمين عارفة ان سارة وجوزها وضعهم المادي ممتاز. كانت ياسمين بتمر بأزمة مالية هي وجوزها، لأن جوزها بيشتغل عامل، يعني أوقات كتير مش بيلاقي شغل، وأوقات بيبقى شغال ومش مكفي. فكل ما يتزنقوا يحتاج فلوس يقول لي ياسمين، وهي تستلف من سارة يعني. وطبعا صاحبتها ما كانتش بتقول لها لأ، لأن طبعا صاحبتها الانتيم وعارفة ظروفها كويس. فكانت كل شوية تستلف من سارة، وسارة تقول لها خلاص ماشي تعالي خدي الفلوس وكده. فكانت سارة عندها أجندة بتكتب فيها كل الفلوس اللي بتطلعها لسارة لياسمين. يعني مثلا تستلف فتقول لها انا هسد المبلغ دوت، وبعديها مثلا تستلف تقول لها لا ده جوزي اللي هيسده. فبتكتب مثلا لو دفعت حاجة تروح ما شاطبة يعني عليها ان هي دفعتها وكده. ما تقدرش طبعا تاخد عليها ايصالات امانة لان دي صاحبتها الانتي. المهم المديونية زادت قوي على ياسمين، فضلت تستلف لحد المبلغ ما وصل تقريبا داخل على 200,000 جنيه. والمهم جوز سارة جه في يوم قال لها انا عايز ابني الدور اللي فوق من البيت، لان البيت هيبقى ضايق علينا، لان ما شاء الله يعني عددهم زاد. قال لها انا معايا مبلغ ومحتاجك ان انتي تساعديني، لانه عارف ان هي كانت بتحوش فلوس يعني معاها في البيت. قالت له خلاص انا اقدر اساعدك وكل حاجة، بس المشكلة ان ياسمين مستلفة مني الفلوس، مستلفة مبلغ كبير جدا، وانا مش هعرف اديك الا لما اما اخد من ياسمين الفلوس. قال لها خلاص كلميها وقولي لها ظروفنا وان احنا محتاجين الفلوس وهي تجيبها لك، تتصرف يعني وتجيبها. سارة كلمت ياسمين قالت لها ياسمين انا عايزه الفلوس ضروري عشان جوزي هيبدأ يبني البيت ومحتاجين الفلوس. قالت لها خلاص ماشي انا هحاول ادبرها لك، وهحاول اعمل جمعية او اي حاجة واسدلك المبلغ. كل شوية سارة تقول لها على الفلوس، تقول لها خلاص الاسبوع الجاي، خلاص الشهر الجاي، وهكذا. المهم لما زنت عليها كتير قوي، فخلاص بقى راحت اتصلت بيها ياسمين قالت لها ايه، يا سارة انا جهزت المبلغ، انا الحمد لله عملت جمعية وقبضوني الاول وانا جهزت لك المبلغ، وشكرا ان انتي وقفتي جنبي وان انتي ساعدتيني وكده يعني، انتي ما قصرتيش معايا في حاجة وكده. قالت لها ايه تمام. قالت لها بصي انا عازماكي على العشاء
انتي وولادك، عشان خاطر ايه نتعشى مع بعض وجوزي مش هيكون موجود ونقعد براحتنا يعني، وخدي فلوسك وانتي ماشيه. بس هاتي اخت جوزك معاكي، هي اخت جوزها ساكنه معاها، العمة سعدية. عمة سعدية ديت عندها 56 سنة، يعني كبيرة شوية. فقلت لها خلاص ماشي، وهي فرحت سارة ان هي خلاص هتاخد الفلوس وتديها لجوزها. فكانت العمة سعدية رجلها مكسورة في الوقت دوت، وسارة قالت لها ايه رأيك تيجي معانا؟ قالت لها لا انا مش هقدر امشي، انتي عارفة ان رجلي مكسورة وما اقدرش امشي يعني. سارة قالت لها خلاص بصي خلي معاكي البنتين الصغيرين، وانا ايه هروح اخد بقية الولاد وهروح اقضي اليوم معاها واتغدى معاها ونرجع. كان جوز سارة الفترة ديت في الجيش، ما يقدرش يعني ينزل، ما بينزلش كل يوم. راحت سابت هي معاها لوجين ورسل 3 سنين و5 سنين، وخدت 3 بنات والولد. ركبت سارة التوك توك لحد بيت صاحبتها. المهم اتصلت ام سارة على عمة سارة على البيت عشان تطمن على بنتها، عشان لقيتها مش بترد على التليفون. اتصلت ردت عليها مين؟ العمة سعدية. قالت لها امال فين سارة؟ قالت لها سارة راحت تتعشى عند ياسمين وتاخد منها ايه الفلوس، وسابت لي البنتين الصغيرين. هم سألوا على بعض واطمنوا على بعض وخلاص، وام سارة قفلت التليفون وخلاص كده. المهم اتأخرت سارة جدا بره. جوزها بيتصل لقى تليفونها مغلق، قلق عليها، راح متصل على مين؟ على اخته اللي هي سعدية. برضو لقاها ما بتردش، فضل يتصل كتير حوالي 2 ساعة او اكتر، كل شوية يتصل ما بيردوش، قلق جدا وقتها. اتصل على اخوه، هو ساكن بعديهم بشوية كده، قال له والله انا برن على سارة وما بتردش عليا، ورنيت على سعدية برضو محدش بيرد، فانا قلقان عليهم، لو ممكن تروح ايه تبص عليهم ايه تقول لي فيه ايه الدنيا يعني اخبارها ايه. المهم اخوه سمع كلامه، وصل لحد البيت لقى الباب مردود، ودخل قعد يدور، لقى الدنيا هدوء مفيش حاجة، قعد ينده. المهم دخل على ايه اوضة اخته سعدية. اتصدم بقى من المنظر اللي شافه، لقى ايه؟ لقى اخته مقتولة بطريقة بشعة، وجنبها البنتين الصغيرين مقتولين بالسكين. اخوه جري من المنظر، اتصل باخوه على طول، قال له الحق انا دخلت لقيت سعدية والبنتين الصغيرين مقتولين ومفيش حد في البيت. وقعد ايه يهلخ، قال له ازاي؟ ما ازاي اللي انت بتقوله دوت؟ امال سارة فين والولاد فين؟ المهم اخوه راح جري، قعد يعرف، عايز يعرف فيه ايه، ساب شغله ونزل. وصل البيت، راح بص لقى اخته فعلا مقتولة والبنتين الصغيرين. جري على اوضه النوم بتاعته، لقى الاوضه متبهدله والشقه كلها متبهدله، بالذات اوضه النوم، والفلوس اللي كان شايلها مسروقه والذهب وايه. جه في باله وقتها بقى ايه ان ساره هي اللي عملت كده، ان هي سرقت الفلوس وقتلت البنتين وهربت. المهم راح متصل على مين؟ ام ساره. قعد يصرخ عليها يقول لها فين ساره؟ ولادي فين؟ قالت له انا مش فاهمه حاجه، انت بتقول ايه؟ قال لها انا بناتي الاتنين مقتولين وسعدية مقتولة، سارة هي اللي عملت كده، خدت الفلوس والدهب وهربت. قالت له لا انت مستحيل بنتي تعمل كده، انت مجنون، انت بتقول ايه؟ انا بنتي عمرها ما تعمل كده. ام سارة راحت قالت له انا كلمت سعدية من شوية وقالت لي ان سارة راحت عند ياسمين وخدت معاها البنات وسابت البنتين، روح شوف سارة عند ياسمين دلوقتي وشوفوا ايه واحكي لي ايه اللي حصل. المهم جوزها راح مبلغ الحكومة وقال لهم ايه على اللي حصل، راح هو والحكومة. المهم ايه وصلوا لحد بيت ياسمين. اول ما دخلوا
اتصدموا بقى، اتصدموا صدمة كبيرة جدا. دخلوا على حوش البيت، كان عندهم حوش كبير، لقوا التوك توك مركون على جنب. شافوا هادي جوز سارة، جوز ياسمين سوري، شايل اكياس زبالة، وهو يعني في ايديه الاتنين. اول ما شافهم اتخض، سألوه قالوا له ايه اللي في ايدك ده؟ قال لهم دي لعب وعرايس مركونة عندنا، هروح اطلعها يعني عشان هنتبرع بيها وكده. المهم ما صدقوهوش من طبعا منظره ومنظر الكياس. فتحوا الاكياس من جوه، لقوها فيها جثث الاطفال. طبعا راحت الحكومة قبضوا عليه، كلبشوا ايده، ودخلوا جري على البيت جوه. لقوا ياسمين مراته، قالوا لها فين سارة؟ هو جوزها يعني، قالها فين سارة؟ شاورت له على اوضه النوم. دخل اوضه النوم، لقى سارة مقتولة وجنبها بنت من بناتها، مقتولين طبعا كلهم بطريقة بشعة جدا، لدرجة ان سارة كانت حامل في الشهر الأخيرة، ضربنا ببطنها لحد ما الجنين انفجر. ولقوا على جنب ولد ابنها الوحيد اللي هو ياسين جنب السرير مقتول. قبضوا عليهم، لكن هم كان معاهم شخص تالت اللي بيساعدهم طبعا، لان اتنين لوحدهم مش هيقدروا يعملوا كل ده. كان اسمه حسن صاحب جوزها. اول ما حس ان الحكومة جت هرب على طول. دلوقتي ازاي هو جوزها يعني، ازاي ولادي اتقتلوا في البيت وزوجتي باقي الاولاد اتقتلوا في بيت تاني خالص؟ المهم بقى ايه، انا احكي لكم بقى القصة بقى حصلت ازاي. سارة دي كانت طيبة جدا وبتثق في اي حد. اول سارة ما دخلت عند ياسمين البيت رحبت بيها جدا، ودخلتهم الأوضة اللي هي أوضة النوم، لان بيت ياسمين كان صغير يعني، بيقعدوا في أوضة النوم يعني. دخلتها الأوضة وقعدوا، وهي اتاريها فوق مخبية جوزها هادي وصاحبه حسن، بحيث ان هم ينفذوا العملية بسهولة. بس كانت فاكرة بقى ان كلهم جم مع بعض، عمة الولاد وولادها كلهم. طلعت ياسمين قالت لهم ان عمتها وبنتين من الولاد مجوش. قال لها طب خلاص احنا هنتصرف. نزلت ياسمين قعدت تكلم العيال وتهزر معاهم، اديتهم فلوس، قالت لهم ان يروحوا اشتروا حلويات من الكشك. في 2 وافقوا، قالوا لها خلاص هنخرج، والاتنين اللي قالوا لها لا يعني مش هنعرف يعني مش عايزين. فخرج الإسراء الكبيرة وياسين راحوا يشتروا حاجات من بره. بعديها راح داخل هادي وحسن الأوضة. هادي كتم نفس يا سارة وطعنها ببطنها بالسكين. بنتين قعدوا يصرخوا، راح قتلهم قدام امهم، يعني خلص على ال3 في وقت واحد. المهم ايه، الولاد الصغير الولد والبنت جم من بره، ياسمين فتحت لهم، وجي حسن راح واخد البنت راح ضربها في الطرقة، يعني موتها في نفس الوقت عند باب يعني. الولد قعد يصرخ، جري على اوضه النوم استخبى تحت السرير. جه حسن قعد يشد فيه مش عارف، راح نده لهادي قال له تعالى شده معايا، مش عارف اشده. راح اول ما شده راح ضربه بالسكينة جنب السرير. وحسن بقى راح تعب بقى من كتر طبعا المجهود اللي عمله، راح قال لي ياسمين ايه، انا جالي هبوط، انا جعان، حطي لي حاجه كلها، ليه نفس الحيوان ياكل. حطيت له اكل. قال لهم دلوقتي لازم ننفذ الجزء التاني، هنروح البيت نخلص على عيال وعمتهم، وناخد ايه اهم حاجه، ناخد الاجنده اللي مكتوب فيها المديونيه اللي عليكم، واي حاجه نلاقيها في طريقنا ناخدها. راحت ياسمين وخدت حسن معاها بالتوك توك، وسابوا هادي يلم الدنيا ويلم الجثث اللي هم عملوها. هم عارفين طبعا ان البيت فيه فلوس اكيد والذهب وكده. دخلت ياسمين بمفاتيح سارة، لقيت البيت هادي جدا. فضلت تلف في البيت، لقيت العمة نايمة في اوضتها وجنبها البنتين الصغيرين.
فحسن كان واخد معاه مسدس وكان مدي ياسمين السكينة احتياطي. رفع المسدس عشان يقتل بيه العمة سعدية، فجأة لقى المسدس مش شغال، راح صرخ ونده على ياسمين، قال لها ياسمين تعالي بسرعة هاتي السكين. البنات الصغيرين صحيوا قعدوا يصوتوا ويعملوا، وطبعا هو كاتم نفس العمة سعدية. المهم راح طاعن العمة سعدية بالسكينة، وهي فضلت تسكت في العيال الصغيرة، راح طاعنهم هما الاتنين وموتهم في نفس اللحظة. راحوا جريوا على اوضه النوم، الله يلا بسرعة عشان ما فيش وقت. جريوا بسرعة، خدوا الورق وخدوا الفلوس وخدوا الذهب، وطبعا بهدلوا البيت وخدوا بعضهم ورجعوا تاني بالتوك توك ولا كأن حاجة حصلت. دخلوا على هادي لقوه بقى جايب الاكياس وجايب شنط الزبالة وبيتخلص من الجثث عشان عايزين ياخدوها في التوك توك يرموها فين، في مصرف بعيد كده عشان عن البلد، عشان خاطر محدش يحس ان هما السبب في الجريمة او كده. المهم لسوء حظهم بقى ان هو الحكومة جت على طول. حسن طبعا اول ما حس بالحكومة هرب، فطبعا الحكومة قبضت على ياسمين وهادي، وهم طبعا بلغوا على صاحبهم حسن وقالوا اسمه وصورته، والمهم الخبر انتشر جدا في البلد. والحكومة طبعا لما نزلت اخباره كبارات البلد طبعا عارفين، لان البلاد هناك بتبقى كله عارف بعضه يعني. عرفوا ان هو موجود في بيته، كبار البلد بقى راحوا خدوه وبلغوا عنه الحكومة. جت الحكومة طبعا خدته واتقبض عليهم هم كلهم وخدوا جزائهم. هي دي طبعا مش اول جريمة قتل بسبب دين كبير يعني على حد او صغير عامة، لكن المحزن المرة دي ان راح فيها ضحية اطفال ابرياء ما فيش في قلوبهم رحمة، طبعا عشان الفلوس قتلوا 6 اطفال وبطريقة بشعة، كلهم ضرب بالسكين، وام حامل، يعني انعدم من قلوبهم الانسانية والرحمة. خصوصا ان ياسمين وجوزها عندهم اطفال يعني عارفين دوت، ويوم الحادثة راحوا بعتوا اولادهم عند عمهم عشان يعرفوا ينفذوا خطتهم كويس جدا، يعني عارفين معنى ايه الطفولة ووجع قلب ام واب على اولادهم وعارفين كل حاجة، ورغم كده عشان خاطر الفلوس راحوا قتلوا عيلة كاملة. جوز سارة اللي يشوف حاله هيلاقيه يصعب على اي حد يعني مهما كان حتى لو كافر يعني، لان مراته واولاده واخته وكل حاجة راحت منه في لحظة. ربنا يصبره على اللي هو فيه، واكيد شهداء في الجنة ان شاء الله. وطبعا المجرمين خدوا جزائهم اللي هو الاعدام. وخلصت قصتنا النهاردة، ودي كانت نهاية قصتنا. مع السلامة.